السلام عليكم يا حبايبي. انا اماني محمد. ان شاء الله النهارده مع بعض هنعمل مرقه الدجاج. انا عملت 42 قطعه وما شاء الله حجمها كبير زي ما انت شايفه، اقتصاديه جدا كمان. ضيفيها للمحاشي وللفراخ المشويه وللخضار جنب الاكل بتاعك، يعني استخداماتها نفس استخدامات اللي بتشتريها جاهزه، ونتيجتها ممتازه وباذن الله هتعجبك. جربيها ومش هتندمي. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الحبيب ونشوف الطريقه مع بعض ونقول بسم الله. معانا 2 بصله متوسطه وقرن فلفل اخضر، ومعايا كمان جزرتين حجم كبير. يلا نروح على البوتاجاز بتاعنا، ومعانا حلة وهننزل فيها بشوية من الزيت وعليهم 2 مكعب من الزبدة، وممكن تستبدلي الزبدة بالسمن البلدي الله عليها، بس المتاح عندنا هنستخدمه. ولما الزبدة تسيح هننزل بالبصل بتاعنا وعليه راس توم متوسطة، وكمان معايا هنا شوية من ورق الكزبرة الخضراء، وهنزل عليهم بالفلفل والجزر بتاعنا، وهشوح الكل كده مع بعضه في الزبدة، وهغطي عليهم. الخضار بتاعنا هينزل المية بتاعته وهيشربها كمان. بعد كده هنزل على الخضار بتاعنا بالشوربة، والشوربة دي كانت متبقية عندي وقلت اعملها مرقة دجاج. الشوربة دي شوربة فراخ. نزلت على الخضار بتاعنا ب4 كوبايات وربع، وكان متبقي لسه في الحلة 3/4 كوباية. قلت لا خسارة حرام ارميهم، ونزلت بيهم كمان. هنغطي على الحلة ونسيب الخضار بتاعنا يستوي تماما. بعد ما يستوي هنقله في حلة بالشكل ده، والحلة بتاعتنا اللي سلقنا فيها الخضار هنزل فيها بشوية من الزيت ومكعبين كبار من الزبدة. هقولك تاني، لو عندك سمنة بلدي استخدميها افضل من الزبدة. وبعد كده هنزل بنص كوباية من الدقيق واقلب كويس جدا لمدة دقيقتين، يعني زي ما بتعملي البشاميل. وبعد كده هنزل بالخضار بتاعنا كله بالشكل ده. وخلي بالك بقى في المرحلة دي انا هطفي النار، وهنزل بالبهارات بتاعتنا، وهي عبارة عن معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الكاري، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من ال7 بهارات. ودي مهمة جدا وبتدي ريحة خطيرة للمرقة بتاعتك، واحنا عملناها مع بعض قبل كده، وهسيبلك اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وبالهاند بلندر بقى وهضرب الخليط بتاعي ده وانعمه كويس جدا. وبعد كده هشغل عليه النار من تاني، وعايزاه يبدأ في الغليان بالشكل ده. وخلي بالك انا ما بضيفش ملح للمرقه، ولما المرقه بتاعتنا تبدا في الغليان يبقى هي كده خلاص استوت وبقت تمام. جبت الصينيه المتوسطه في طقم صواني الالومنيوم، ودهنتها بالزيت ونزلت بالمرقه بتاعتنا بالشكل ده. شايفه القوام ما شاء الله عامل زي قوام البشاميل التقيل. هنسيب الصينية بتاعتنا لما تبرد تماما، وبعد كده هندخلها الفريزر ونسيبها لمدة ساعة أو ساعتين لحد ما تتأكدي إنها تماسكت وتقدري تقطعيها. هنطلعها ونقطعها للأحجام اللي نحبها. الكمية دي عملت معايا 42 مكعب مرقة دجاج، والمكعب طبعا حجمه أكبر بكتير من اللي بنشتريها جاهزة، ده غير إنها صحية ومضمونة وكمان نظيفة، وحاجة انت عاملاها بنفسك في بيتك. تعالى أقولك هنحفظها عندنا ازاي. انا بجيب البلاستيك راب واغلف مكعب بمكعب بالشكل ده، ولما نغلف الكمية بتاعتنا كلها ممكن نحطها في كيس تلاجة او في علبة تلاجة ونشيلها في الفريزر. خلي بالك لفة البلاستيك دي رخيصة جدا مش غالية، هاتيها وهتنفعك في المطبخ في حاجات تانية كتير. طيب لو ما عنديش بلاستيك راب هقولك تحتفظي بيها ازاي. بس شايفة الأول، اللهم صل على النبي، شايفين الجمال يا ولاد؟ المرقة تحفة وريحتها تحفة. طبعا عندنا علب تلاجة وأكياس تلاجة. هنجيب علبة تلاجة وكيس تلاجة نفتحه بالمقص ونحطه في العلبة بتاعتنا، ونرص المكعبات بتاعتنا في علبة التلاجة، وبين كل طبقة والتانية هحط كيس بلاستيك، وهكذا لحد ما اخلص الكمية كلها واقفل عليها. احتفظ بيها في الفريزر واخد منها وقت الحاجة. ويا ريت بقى لو وصلتم معايا لهنا ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماني محمد.